هذا التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية للعراق والشام يحارب الله ورسوله ويسعى فسادا في الأمر، وآخر ومآل أمره مضادة شرع رب العزة والجلال وإغلاق بيوت الله وقتل علماء الشريعة ومنع كتب العلم ومنع الحجاب الشرعي وتعذيب عباد الله المؤمنين. فلذلك أنا أبين عدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع. أولها عظم إثم من انتمى إلى هذا التنظيم، بل الانتماء إلى هذا التنظيم ردة عن دين الإسلام لمن علم بحقيقة حالهم، ويجب على من انضم إليهم أن يتركهم فورا، وبناء على أنهم يقتلون من يحاول أن يتركهم. فحينئذ نقول اقتل قائد فصيلك وأكبر قدر ممن معه، لعل الله عز وجل أن يعفو عنك انضمامك إليهم. وثانيا من قتل منهم فليس بشهيد، بل نظن أنه إلى جهنم وبئس المصير وفقا لمدلول النصوص الشرعية. وثالثا بيعتهم باطلة ولا يجوز الاستمرار فيها ولا الالتزام بها ولا قيمة لها شرعا. ورابعا يحرم التعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، بل يعد ذلك خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، والأصل أنه لا يجوز عقد أي اتفاق أو هدنة معهم. وخامسا قتالهم والوقوف في وجوههم من أوجب الواجبات الشرعية ومن نصرة دين رب العزة والجلال، ومن قتل وهو يقاتلهم يريد وجه الله نرجو أن يكون من الشهداء. وسادسا لهم أتباع ولهم أنصار في كثير من الدول، ولذلك يجب على كل مسلم أن يكشف ما اطلع عليه من أحوالهم، وأن يبلغ عن كل من يعمل معهم أو يدعو إلى مشاركتهم. الحزب له أعضاء في جميع الدول العربية، منهم من يعمل بشكل علني واضح ومنهم من يعمل بشكل سري، ولذلك يجب شرعا يأثم من يترك، يجب التعريف بأسرارهم وخصائصهم وطرائق عملهم. وكون الأم تبلغ عن ولدها ليسجن سنوات يعود فيها إلى رشده هو الذي تبرأ به ذمتها، وهو خير له من أن يشاركهم أو من قتله في نصرة هؤلاء الملاحدة. وهكذا كون الزوجة تبلغ عن زوجها والأخت تبلغ عن أخيها والجار عن جاره، هذا من محبتهم لمن يبلغون عنه ونصحهم له. نعم. وأسأل الله عز وجل أن يعين شعب الشام على ما وجد عليه من أحوال مقيتة، وأسأل أن يخرجه مما هو فيه، كما أسأل الله جل وعلا أن يعين شعب العراق. مر بمراحل يرقق بعضها بعضا ما بين حكم البعث المقيت، ثم الاحتلال الهمجي، ثم الحكم الطائفي الظالم، ثم الآن عندهم هذا التنظيم المحارب لله ولرسوله المتحرر من الضوابط الأخلاقية والشرعية. ولذلك فإني أدعو أهل العراق والشام إلى تنظيم صفوفهم وبناء على ما يحبه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في وجه هؤلاء وفي وجه كل مبطل. وبهذه المناسبة أذكر أن علماء الشريعة قد قاموا ببيان الحق بما يظهر لهم ولم يقصروا، وهكذا خطباء المساجد، وبذلوا في كشف حقيقة هؤلاء ما استطاعوا. ولذلك أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء. ولكن الإشكال في ما ذكرت من بعض وسائل الاتصال وبعض وسائل الإعلام الذين يحاولون استغلال هذه الأحداث فالطعن في من يقابلهم على نسق قول الله جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. نحن اليوم في أشد الحاجة إلى استنهاض الهمم. ليس اليوم هو يوم تبادل التهم، نريد أن نقف لله عز وجل وقفة نبين الحق فيها ونعرف الناس بدين رب العالمين. حينئذ هذه هي حقيقة هذا التنظيم، لا علاقة له بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا من قريب ولا من بعيد. واستخدامهم لبعض
الكلام الذي يكون من علماء المذهب إنما هو من التمويه على الخلق، كما يستخدمون آيات قرآنية ويستخدمون أقوال فقهاء المالكية ويستخدمون بعض المصطلحات الشرعية. بارك الله فيكم معالي الشيخ.